السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة طبعا واضح كده من الفيديو بتاعنا فانوس رمضان والكنافة وكوباية الشاي. يا محلاها كده لما نرجع من صلاة التراويح ناكل قطعة كنافة مع كوباية شاي، كده حاجة آخر جمال. الكنافة بتاعتنا متميزة النهاردة، فيها تكة كده مختلفة بتميزها عن غيرها. يلا هنبدأ بسم الله. نستعرض المكونات مع بعض ونقول لكم على التكة بقى أو التركة اللي بتميزها. التكة دي أنا عرفتها اللي علمتهاني والدتي الله يرحمها، وفعلا الكنافة بتاعتها كانت مشهورة في الوسط العائلي وأي حد بياكل من المعارف أو الجيران من الكنافة بتاعتها، وفعلا إلى الآن بفضل الله هي متميزة. يعني لما بعملها وأي حد بياكل منها فعلا بتعجبه جدا. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. هنقول التركة وإحنا بنشتغل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. احنا النهاردة معانا نص كيلو كنافة، ومعانا كوباية كبيرة سمن، ده لعمل الكنافة يعني بند الكنافة. بند الكريمة بقى معانا نص لتر لبن، يعني 500 ملي لبن، ومعانا نص علبة كريمة لباني، أو معلقتين كبار مليين قشطة، على حسب بقى القشطة بلدي وش اللبن أو كده الموجود عندكم يعني. ومعانا معلقتين كبار نشا، ومعانا شوية فانيليا. ده العمل الكريمة. أما بقى العمل الشربات وده البند التالت، هيبقى معانا كوبايتين كبار سكر، ومعانا نص ليمونة هناخد منها عصرتين مش هناخدها كلها، وهيبقى معانا كوباية مية. هنبدأ معاكم الأول بعمل الشربات. أنا طبعا الشربات جاهز معايا بارد، بس أنا هعمل معاكم الشربات دلوقتي علشان تشوفوا طريقة عمل الشربات. شربات الكنافة زي ما قلنا نفس الكوباية اللي هعاير بيها السكر هعاير بيها المية. كوبايتين سكر ليهم كوباية مية، هحطهم على النار واتأكد ان مفيش سكر على الحواف علشان ما يكرملش مني، واشغل. مش هقلب خالص، هسيبه كده مش هقلبه ولا احط فيه معلقة لحد ما يغلي. اما يغلي ابتدي بقى اقلبه واشوف هحط بقى بعد يعني ما يغلي بحوالي 4-5 دقايق كده، ابتدي احط بقى الفانيليا واحط عصرة الليمون. وبعد ما يغلي معاهم حوالي 3-4 دقايق كده او 5، شوفوا الليمونة بعصرها ازاي اهي كده كده، ما بعصرهاش كلها. انا عايزة استطعم بطعم شربات من غير ما احس بالليمون، لذعة الليمون فيه. يعني مش عايزين نبقى بناكل كنافة حاسين ان الليمون غالب على طعمها او ظاهر قوي في طعمها. بعد كده هقطع بقى الكنافة بتاعتي، يعني هبقى احطها في الفريزر من قبلها عشان تبقى سهلة التقطيع، بتبقى مجمدة، واقطعها بتتقطع معايا بسهولة جدا. هفتفتها بقى فتافيت كده على قد ما اقدر كلها. بعد ما اخلص تقطيع الكنافة وفتفتها كلها كده فتافيت صغيرة زي ما انتم شايفين قدامكم، هحط عليها حوالي كبشتين كده سمن سايح بقى، او حتى لو يعني بحرارة الغرفة كده بس يكون سايح اعرف اقلبه معاها يعني. تمام. اقلبها بقى واشربها من السمن كلها، تاخد من السمن اللي موجود. لازم الكنافة تاخد من السمن كله. تمام. اقلبها كويس جدا كده زي ما انتم شايفين لحد ما الاقيها كلها اخدت السمن بتاعنا. التركة بقى اللي كنت بقول لكم عليها ان انا هقلب الكنافة في السمن على النار من غير ما تاخد لون ولا تتحمص ولا تنشف معايا. يعني هي بلونها كده. انا دلوقتي مشغله النار وبقلب بقى الكنافة على النار، هفضل اقلب فيها كده بالسمن كأني بشوحها، بس من غير ما لونها يتغير ولا تنشف ولا تتحمص ولا اي حاجة خالص. فعلا التركة دي يا جماعة بتفرق جدا جدا، وانا بصراحة ما شفتش حد بيعملها غير والدتي يعني. هي متميزة فعلا، بتوديها يعني بتخليها حاجة تانية خالص. فعلا جربوها ان شاء الله هتعجبكم. بعد ما عملنا كده هغطي الكنافة في كل المراحل، ابقى مغطية الكنافة، مش عايزاها تاخد من الهواء، مش عايزاها تنشف. هنيجي بقى لمرحلة الكريمة. حطينا اللبن يغلي، الكوبايتين لبن الكبار زي ما قلنا، وهحط عليهم معلقتين سكر، يعني حوالي كده معلقتين كبار، معلقتين ونص كده. طبعا السكر برضو بحسب الرغبة، بس هما معلقتين ونص كده كويسين اوي. ما يغلي بقى اللبن بتاعنا هبتدي انزل بالكريمة بتاعتنا، اقلبه وانزل عليه، بس لازم اغلي اللبن الاول، ولازم انتظر لما اللبن يغلي. هنزل بالكريمة لباني واسيبها برضو تاخد غلوتين مع اللبن
بعد ما تاخد غلوتين كده مع اللبن هنبقى نحط النشا بتاعتنا. خلصنا بقى البند بتاع الكريمة، هحط عليها النشا. وبعد ما احط النشا قلبت طبعا النشا في نص كوباية مية ساقعة مع شوية فانيليا. اصبها كده بالراحة، ايد بتقلب وايد بتصب، او لو انا بس اللي بقى يعني ايدي التانية مشغولة، انا بس عشان كنت ماسكة بصور فانا يعني ما قلبتش، لكن هو الطبيعي ان انا بقلب وانا بحط عشان ما تكلكعش، لكن هي ما كلكعتش مني، يعني بتكلم على اللي هو لسه بادئ يعمل اول مرة يعني، او مبتدئ في المطبخ كده اهي. مجرد بس ما احس بتقلها وتتقل كده، انا مش عايزاها تتخن يعني تتقل قوي، بس يا دوب تلف معايا كده ويبقى قوامها كده مش تخين قوي ولا خفيف قوي، ايوه القوام ده كده زي ما شفتوا. اسيبها بقى وابتدي اجيب صينيتي، صينية 28، ادهنها بالسمن كلها، اغلفها بالسمن، واقسم الكنافة اللي عندي نصين تقريبا، ربع كيلو وربع كيلو، وافرد بقى في النص اللي تحتاني، اخليها في يعني في القاع الصينية كله يتغطى بالكنافة بتاعتي. بعد ما اتأكدت ان كله اتغطى كده ابتدي اضغط عليها بقى بايدي كويس جدا، او لو عندي صينية اصغر اضغط بالصينية التانية، اخليها ايه لحد ما اتأكد تماما ان هي كل مكان فيه كنافة، مفيش حتة من غير كنافة. بعد ما اضغطها بقى كويس جدا هبتدي احط الكريمة بتاعتنا، هوزعها بقى كلها في الصينية. لو حابين تعملوا يعني حرف كده من الكنافة تبطنوا جدار الصينية او حرف الصينية يبقى كويس جدا، علشان نضمن انه ما يخرجش الكريمة، ما تخرجش مني بره وتلزق وتتحرق على الحروف. انا يعني بكون حريصة ان انا يعني ما اجيبهاش على الحروف، والحمد لله ما بتخرجش وهي بتستوي مني ولا بتلزق ولا بتتحرق. بس الاضمن ان احنا نبقى نعمل حرف كده للكنافة على الصينية. بعد كده هحط الطبقة التانية بعد ما فردت الكريمة في كل الصينية بعيد عن الحرف شوية زي ما اتفقنا. هحط بقى الكنافة الباقية الربع كيلو التاني، هوزعه بقى من غير ما اضغط، المرة دي مش هضغط، هوزع بس اتأكد ان الكنافة مغطية كل الكريمة علشان مفيش حاجة تخرج بره مع السوا. طبعا انا حطيت على فكرة الكريمة سخنة كده، حطاها سخنة ما مش بردت، لان لو بردت معاكي يعني هتبقي بتفرديها بصعوبة جدا، والكنافة هتطلع منك وهتبقى شغلانة، هتطلع وانتي بتفردي ومش ظريفة خالص. فاحنا وهي سخنة كده حطيتها، وحطيت الجزء التاني برضو وهي سخنة، مفيش مشكلة خالص. اخر مرحلة معانا بقى للصينية، هنحط سمنة كده على وشها زي ما انتوا شايفين بالكبشة، يعني هتاخد لها حوالي ايه كبشتين، او يعني كبشتين ونص كده. الفرن يبقى محامي يا جماعة معانا من قبلها، يكون حامي من قبلها بحوالي ربع ساعة او اكتر، من فوق وتحت، او لو مش بشغل من فوق وتحت هشغل من تحت. هحطها في الرف اللي قبل الاخير من تحت على درجة حرارة من 180 ل 200 حسب درجة حرارة فرنك، وهشغل عليها ممكن تاخد لها نص ساعة، تزيد شوية تقل شوية برضو حسب حرارة فرنك. كده خلصت الكنافة وطلعت معانا. اذا لقيتها عايزة وش من فوق زي ما اتفقنا هنطلعها تحت الشواية ونشغل الشواية. انا عندي طبعا العسل ده هو اللي انا حطاه في البرطمان ده، كان عندي في التلاجة بارد، لان العسل طبعا اللي لسه عاملاه معاكم ما كانش ينفع اشتغل بيه، فده العسل حطاه. ممكن اجهز العسل واحطه بيقعد طالما معمول كويس ولا بيسكر ولا بيجرى له حاجة، زي ما انتوا شايفين كده. هو كان عندي من قبل كده، عاملاه من مرة قبل كده. هبتدي اشرب بقى الكنافة كده وهي سخنة اول ما تطلع من العسل بتاعنا زي ما انتوا شايفين، اوزع على كل الكنافة واتأكد كويس قوي ان كل مكان اخد عسل تقريبا. يعني هي هتاخد الكوبايتين اللي احنا عملناهم، ممكن يعني في حاجة بسيطة، يعني لو حسيت ان هي خلاص اتشربت علشان ما يبقاش كتير قوي بتجزأ. في احيانا الناس بتبقى حاطة سمن بكثافة قوي، ممكن تبقي تصفيه قبل ما تحطي العسل بتاعك. بعد ما الكنافة تطلع كده بنحركها علشان العسل يروح في كل مكان. ما شاء الله جميلة جدا، يعني يمكن الإضاءة كمان مش جايباها زي شكلها الطبيعي. ده العسل اللي عملناه النهاردة اهو. طبعا كل ما هيقعد هيبرد معانا هيتقل شوية، بشيله برضو في برطمان وبحطه في التلاجة المرة تانية. انتي ممكن تعملي عسل كتير علشان لو بتعملي حلويات طول شهر رمضان هيبقى معاكي ينفعك طول الوقت، وفر عليك وقت ومجهود. كده هنا احنا هنقطع بقى الكنافة بتاعتنا،
هي لسه سخنة شوية يعني، هديت بس يعني برضو سخنة. بس هنطلع قطعة كده معاكم ونشوف شكلها عامل ازاي. ما شاء الله جميلة، والكريمة فيها حلوة مسحتش ولا طلعت. صينية نضيفة مكان القطعة. هطلع قطعة كمان من الحرف كده، من حرف الصينية عشان نشوف شكلها. ما شاء الله جميلة جدا. جربوها بجد يا جماعة، هتعجبكم قوي ان شاء الله. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو بتشوفوني لأول مرة، واعملوا شير للفيديو عشان يستفيد بيه أكبر عدد. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. في امان الله.